كان في مهندس ناجح عنده كل حاجة، شغل محترم وأهل بيحبوه وصحابه دايما حواليه. أمه وأخته وصحابه كانوا شايفين إن الوقت جه عشان يتجوز، وكلهم كانوا نفسهم يخطب بنت من الجيران، بنت غنية عيلتها معروفة والكل شايف إنهم لايقين لبعض. المهندس كان متردد، قلبه مش مايل قوي، بس ضغط أهله خلاه يقول خلاص هجرب. وفي يوم وهو بيكلم أمه في التليفون قال لها خلاص يا ماما أنا هخطبها. أمه ما صدقتش نفسها وقالت له بفرحة ألف مبروك يا حبيبي. لكن في نفس اللحظة وهو معدي الشارع عربية مسرعة خبطته بقوة، وقع على الأرض والدنيا كلها اسودت في عينيه. ولما فاق في المستشفى عرف الصدمة، عينيه اتأذت وبقى كفيف. الخبر وقع زي الصاعقة، خطوبته اتلغت والبنت اللي كانوا مجهزينها له رفضت تكمل معاه. وهو من جواه قال أنا أصلا ما كنتش عايزها، لكن رغم كده وجعه كان كبير، مش بس عشان بقى كفيف، حس إن الناس اللي كانوا حواليه اختفوا أول ما وقع. قرر يعيش لوحده في بيت هادي، لكنه كان بيت مليان صعوبة. الوحدة خنقته، وفي يوم أخد عصاية المكفوفين وقرر يروح الكافيه اللي كان بيحبه زمان. وهو ماشي بيخبط في الناس وفي الشجر، الدنيا صعبة لكن قلبه كان عايز يحس إنه لسه عايش. وفجأة بنت شابة كانت ماشية بتتكلم في التليفون وبإيدها كباية عصير، خبطت فيه بالغلط، العصير وقع على هدومه. هو اتعصب وزعل، لكن لما عرفت إنه كفيف وشافت حاله قلبها وجعها. قالت له طب استنى انت رايح فين؟ رد وقال الكافيه. قالت تعالى انا وصلك. وصلته ومشي. لكن الغريب انه بعد ايام وهو قاعد في الكافيه سمع نفس الصوت تاني. هي رجعت، المرة دي مش صدفة، المرة دي عشان تشوفه. ومن اليوم ده بقوا يتقابلوا، هو كان يعرفها من صوتها وهي كانت شايفة فيه إنسان تاني مش مجرد كفيف.